وبدأت كل الألوان تتسابق يكتبوا على البالونات بأي لون فيهم. احنا هنكتب ببيبو اللون الأسود، هو أزهى وأوضح لون. يا بيبو يا بيبو، أنا مش عارفة هو فين. بيبو هناك اهو جنب الأدوات القديمة. تعالى يا بيبو، مالك واقف بعيد كده ليه؟ عاوزينك تساعدنا وتساعد جدو فرحان. للأسف مش هقدر أساعدكم، ومش هتعرفوا تكتبوا بيا أي حاجة لأن الأنبوبة بتاعتي قربت تخلص خالص. إزاي؟ دي كانت مليانة. هقول لكم، لكن وعدوني ما تزعلوش مني. جدو فرحان بيرسم بيكم كلكم، أما أنا مش بيرسم بيا خالص. وعلشان الكل يحس بقيمتي، أول ما كلكم نمتوا رحت الجنينة وبقعتها بلون الأسود. ياه، إزاي يا بيبو مش عارف قيمتك ومش عارف محبة جدو ليك؟ ده أنت الوحيد اللي جدو بيستخدمك لما بيكتب اسمه على كل لوحاته، لأنك أوضح وأقوى واحد فينا. ولما أنت متضايق كده، ليه ما رحتش تتكلم مع جدو بدل ما تبوظ شكل الجنينة كده؟ بصراحة لما شفت شكل الجنينة بالبقعة السوداء اتضايقت من اللي عملته، واتضايقت كمان لأن لوني قرب يخلص. أنا حاسس بالغلط، لكن ازاي بس هنقدر نرجع الجنينة زي ما كانت؟ مفيش فايدة، مفيش حاجة وحشة ينفع ترجع تاني كويسة. يا بيبو خلي عندك أمل، ده أنت أكتر واحد مفروض تكون واثق في كده، لأن جدو استخدم لونك في رسم لوحة لقديس قوي عظيم. أول لما حس بغلطه وتاب عنه اتغير وبقى إنسان جديد، وكل حاجة وحشة كان بيعملها غيرها لحاجات حلوة كتير. ومعرفته بربنا خلت قلبه مليان بالفرح، وكمان فرح ناس كتير. أنا هحكي لك حكايته علشان تصدقني. حكايتنا عن واحد اسمه موسى، اتولد في القرن الرابع وما كانش يعرف ربنا، وكان بيشتغل عبد عند ناس بيعبدوا الشمس. موسى كان شاب أسمر اللون وجسمه قوي وضخم، وكان بيعمل شرور كتير ومحدش بيقدر يقف قدامه. وبسبب قوته وشروره الكتير أصبح رئيس عصابة. وبالرغم من قوته الكبيرة إلا إنه ما كانش فرحان، لأنه ما يعرفش الإله الحقيقي، وكان دايما بيدور عليه ويقول: أيها الإله الذي لا أعرفه، عرفني ذاتك. وفي يوم سمع صوت بيقول له: لو عاوز تعرف الإله الحقيقي روح لرهبان برية شيهيت. وكلمة شيهيت كلمة قبطية معناها ميزان القلوب، وهي منطقة في وادي النطرون. وهل راح لهناك فعلا؟ أيوة، موسى ساب كل حاجة وراح لبرية شيهيت علشان يعرف مين هو الإله الحقيقي. وهناك قابل الأنبا إيسيزوروس اللي أول ما شافه اتخض من ضخامة جسمه وقوته، لكن موسى طمنه وقال له إنه جاي علشان يعرف الإله الحقيقي. فبعته للأنبا مكاريوس الكبير اللي عرفه كل حاجة عن ربنا من ميلاده لقيامته، وبكده عرف قد إيه هو كان بيعمل أعمال شريرة ما تفرحش قلب ربنا. اتضايق موسى من كل شر عمله وقرر إنه مش هيكرر اللي كان بيعمله تاني، وقدم توبة حقيقية واعترف بكل خطاياه بصوت مسموع في الكنيسة. ووقتها شاف الأنبا مكاريوس حاجة تفرح جدا. شاف ايه؟ شاف لوح عليه كتابة لونها اسود
وكان موسى كل ما يعترف بخطية الملاك يمسحها. ولما خلص موسى اعترافه أصبح اللوح كله أبيض. معنى كده إن ربنا قبل توبته؟ معقولة بعد الشرور دي كلها ربنا يقبله ويغفر كل الخطايا اللي عملها؟ طبعا ربنا دايما بيقبل توبة كل واحد بيعرف غلطه، ويطلب معونة ربنا إنه ما يعملش الغلط تاني، وهي دي التوبة الحقيقية. والسماء كلها بتكون فرحانة جدا لما يرجع لحضن ربنا، زي الآية اللي بتقول: يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. إنجيل لوقا إصحاح 15 آية 7. وكمان ربنا بيغفر كل خطية أعترف بيها، زي وعده: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. رسالة يوحنا الأولى إصحاح 1 آية 9. يعني أي واحد يعمل أي حاجة غلط ويندم عليها ويتوب عنها ويعترف بيها ربنا هيسامحه عليها؟ ربنا من محبته الكبيرة بيفرح جدا بكل ده. ممكن تكمل لي حصل إيه بعد كده؟ بعدها اتعمد موسى واترسم راهب كمان، وحياته كلها اتغيرت لأنه عرف الفرح الحقيقي اللي فضل يدور عليه، وهو معرفة ربنا والحياة معاه على طول من خلال الصلاة والصوم وقراءة الكتاب المقدس والتناول، ممارسة كل وسائط النعمة. وده كله خلاه يستخدم قوته ويقدم محبة للكل. فكان لما شيوخ الدير اللي هم الرهبان الكبار يناموا، يروح ياخد جرار المية بتاعتهم ويملاها من البير اللي موجود في مكان بعيد جدا، وده كان بيفرحه وبيفرح كمان اللي حواليه. وبكده معرفته بربنا خلته يستخدم قوته في خدمة غيره بدل ما كان بيستخدمها في الشر. تمام، وبكده كان فرحان وكمان فرح غيره. وعلى فكرة محبته ما كانتش بس لاخواته الرهبان اللي بيحبوه، هو كمان قدم محبة للناس اللي حاولوا يؤذوه. هحكي لك ازاي. في مرة الأنبا موسى وهو في قليته طلع عليه لصوص علشان يسرقوه، فربطهم ووداهم الكنيسة علشان الرهبان يتصرفوا معاهم، لكنهم سابوا الأنبا موسى هو اللي يتصرف. أكيد الأنبا موسى عاقبهم جامد. لو كان الموقف ده حصل قبل ما يعرف ربنا أكيد كان هيعاقبهم، لكن زي ما قلتلك اللي يعيش مع ربنا قلبه بيكون مليان بالمحبة والفرح للكل، علشان كده سامحهم وأكرمهم. ولما عرف اللصوص إنه موسى اللي كان لص زمان استغربوا جدا إزاي حياته اتغيرت كده، وده خلاهم يتوبوا عن كل شرورهم. وبكده كل حياتهم كمان اتغيرت لما تابوا وعرفوا معنى الفرح الحقيقي بمعرفتهم بربنا. وعاش الأنبا موسى فرحان بمعرفته وحياته مع ربنا اللي خلته عايش في فرح على طول لغاية لما أخد إكليل الشهادة. والكنيسة بتحتفل بعيد استشهاده يوم 24 بقونة، وجسده موجود بدير السيدة العذراء البراموس بوادي النطرون.